أهلا بيكم في همس الحيوان. أتمنى تكونوا بخير وسلام. النهاردة هنتكلم عن كائن غامض بيخلينا نحبه ونحتار فيه في نفس الوقت. النهاردة هنتكلم عن الكائن الجميل اللي بنحبه اللي هو القطط. 5 حقايق غريبة يمكن أول مرة تسمع عنها. خليك معايا لآخر الفيديو. رقم 5 هيخليك تبص لقطتك بنظرة مختلفة. الحقيقة الأولى، القطط لما بتنام بتحلم زينا بالظبط. العلماء أثبتت أو الدراسات أثبتت إن القطط لما بتنام نوم عميق بتحلم زينا بالظبط. مثلا تلاحظ إن القط بيحرك رجله أو تسمع صوت منه، فممكن يكون بيحلم مثلا بيجري ورا فار في الخيال أو بياكل وجبته المفضلة. الحقيقة التانية إن القطط ما بتستطعمش السكر. يعني مثلا لو أنت بتاكل جاتوه أو بتاكل قطعة شوكولاتة ومثلا اديتها منه، لأن هي مش هتيجي عليك لأن هي مش بتحب السكر خالص، مش هتستطعمه لأن جسمها أو مؤقلم على إن على البروتين بس مش على الكربوهيدرات. القطط ما عندهاش استقبال خالص للسكر. طعم السكر ما بتحسوش، فعشان كده ما تلاقيهاش بتيجي عليك لما انت بتاكل حاجة محلية او مثلا تاكل بسبوسة او تاكل شوكولاتة او تاكل جاتو او كده، فده مش بتحس ما بتجيش عليك او ما يجذبهاش السكر لانها جسمها مخضرم على ان بروتين مش الكربوهيدرات. الحقيقة القطط بتعرف اسمائها كويس جدا، بتعرف اسمها كويس جدا، بس لما بتندهلها بتكبر دماغها وتطنشك، وهي فعلا بتبقى قاصدة إن مش عايزة ترد عليك. هي بتتجاهل ده تماما بطريقة عشوائية. الأبحاث اليابانية أثبتت إن القطط بتقدر فعلا تميز اسمها بين الكلمات، حتى لو قلت كلمات كتيرة وبين ضمنها اسمها وانت بتتكلم. تقول أي حاجة، أي كلام، بعدين مثلا تقول اسم القط بتاعك، هي بتلاقي مثلا ودنها اتحركت أو عملت حركة، يعني ركزت معاك، ممكن ما تجيلكش تماما، تتجاهلك، لأن هي أحيانا بتختار ما تردش، وده جزء من طبيعتها، لأن هي طبيعتها مستقلة، بتحب الاستقلالية جدا. ما ما بتحبش إن هي يعني زي ما إحنا كده القطط، هي معتبرة البيت بيتها، وأصحاب البيت دول هم ضيوف عندها، فده بيتها وكل حاجة دي بتاعتها ومستقلة تماما، وما بتحبش حد يعني يتطفل عليها. رغم إن هي فضولية بس هي ما بتحبش حد يتطفل عليها. فهي مش حيوان مطيع زي الكلاب طبعا، هي مش مطيعة زي الكلاب، متمردة، بتحب تحس بدها دايما المتحكمة، لأن هي قطة متمردة. القطط دايما متمردة بتحب دايما تكون متحكمة، ما تحبش إن حد يتحكم فيها وندهلها وتيجي ومطيع، لا. القطط مش كده. الحقيقة الرابعة، القطط دي هي والكلاب كمان عندهم بصمة الأنف. يعني مش كل قطة زي الإنسان بالظبط، اللي احنا لينا بصمة إيد، بصمة صابع، فالبصمة بتاعتي تختلف عن بصمة ابني، عن شخص تاني، وعن كل واحد ليه بصمته. فالقطط برضو مناخيرها مختلفة بصمتها، زي تختلف عن قط تاني، كل قط ليه بصمته من مناخيره، زي بصمتنا بالظبط. ليها كده خطوط فريدة ما تتكررش في قط تاني. يعني حتى لو الشرطة عملت فعلا الموضوع ده، فممكن تتعرف على القطة من بصمة أنفها. بعض العلماء بدأوا يجربوا فعلا استخدام بصمة الأنف لتسجيل الحيوانات بدل الشب الإلكتروني، يعني اللي احنا مسجلين القطط ومسجلين بيلا كلبتنا، فبيبقى ليها رقم واسمها بيبقى في شيب صغير كده، بيبقى معلق في رقبتها بسلسلة، علشان لو طلعت بيها برا وكده بتعرف ان دي كلبتك، مش
كلب حد تاني، لإن لو مش موجود الشِبْتة معاك يعني كإنه زي الأُسوايس، زي الأُسوايس بتاعك بالضبط، أو البطاقة بتاعتك الإلكترونية فأنت لو دي مش موجودة معاك وأنت ماشي في الشارع والبوليس مثلًا قال لك ورّيني الشيب بتاع الكلب وده مش موجود، بياخدك أنت وهو ولازم تثبت إن ده الكلب بتاعك ويكون معاك، لإن لو مش موجود ده معاك يعتبر إن ده مش بتاعك وياخدوه منّك. في البلاد الأوروبية، لكن في البلاد العربية عادي مش ما فيش الموضوع ده، لكن في البلاد الأوروبية والأجنبية بيبقى ده موجود معاهم. فهُم بدأوا يفكّروا فعلًا بدل ما يعملوا الشِّبْ الإلكتروني يقولوا إحنا نعمل موضوع بصمة الأنف للكلب أو القط. وكمان بيبقى فعلًا في ناس بتعمله فعلًا وبتعلّقه في سلسلة برضه كده دلوقتي مش عاملينه ك كقانوني، بس عاملينه أهل الكلب أو أهل القط، على أساس كده نوع من الدلع ليهم أو إن هُم بيحبوهم أوي وعايزين يبقى ليهم بصمتهم الخاصة موجودة عليها اللي هُم لابسينها وكده، زي ما أنت بتكتب مثلًا تجيب لبنتك سلسلة وعليها اسمها، أو ابنك مثلًا لابس سلسلة باسمه أو حرفه، فبيبقى كده زي كده مثلًا. خامس حقيقة، القطط بتعرف الوقت من غير ساعة، يعني بتعرف ميعاد رجوعك من الشغل، إمتى بتتغدى، حتى هي كمان عارفة مواعيدها بتاع الأكل وبتاع الفطار، بتاع الغدا، إمتى تتعشى، فحتى لو أنت نايم الصبح وجه ميعاد الفطار بتاعك تلاقيها جات عليك وعايزة تصحيك، لإن ميعاد خلاص هي عرفت مواعيدها، ده ميعاد الفطار بتاعها، ميعاد الغدا، ميعاد العشا. في قطط كمان بتبقى عارفة صاحبها بيصحى الساعة كام عشان الشغل، لو حتى المنبه ما رنش هي ممكن بتصحيه. بتلعب معاه، بتلعب في مناخيره، في وشه، بإيديها، في أي حاجة، فهي المهم تصحّيه، لإن هي عرفت خلاص الروتين بتاعه، بتعرف الروتين جدًا، إن هي القطط روتينية أوي، فهي بتعرف الروتين بتمشي عليه، عارفة المواعيد، بتعرف الروايح، بتعرف من شكل من الضوء، الصبح مثلًا شمس أو إضاءة جامدة، بالليل بتلاقي الدنيا ليّلت كده والجو غمّق، فبتعرف المواعيد من غير ساعة. كمان بتربط الإشارات اليومية، يعني زي ما قُلت الإشارات اليومية إن هي مثلًا أنت عارفة مواعيدك مثلًا بتصحى الصبح أنت بتروح الشغل، فهي عارفة ميعادك، هي عارفة ميعادك إن أنت بترجع مثلًا الساعة 14:00 فعارفة صاحبها بييجي في الوقت ده، ابني من الشغل أو بنتي بترجع من المدرسة أو كده بييجوا عند الباب، عارفين المواعيد دي، بييجوا عنده بيستنوهم، يبقوا عارفين المواعيد بتاعتهم، خلاص حفظوا المواعيد إن هو بيمشي إمتى وييجي إمتى. والروايح بتاعتهم طبعًا القطط بتشم روايح والكلب بيشم الريحة جدًا، حتى لو أنت في أول السلم بتشم إن أنت جاي خلاص وتقعد عند الباب. عشان فعلًا كده بتلاقيها واقفة جنب طبق الأكل قبل ميعاد الأكل بدقيقة وكده، فهي فعلًا بتبقى عارفة المواعيد بتاع أكلها وأكلك وصحيانك ومواعيدك بتاع الشغل رايح إمتى وترجع إمتى، لإن هي قطط روتينية جدًا. القطط فعلًا عالم من الغموض والجمال. ولُذاذ جدًا فعلًا، وعايزاكم تقولوا لي في التعليقات إيه أكتر حقيقة فيها كانت أغرب عليكم بالنسبة لكم، ولو بتحبوا تعرفوا أكتر عن لغة القطط وتصرفاتها الغريبة، استنوني في الفيديو الجاي من همس الحياة. ومن كل قلبي باتمنى لكم كل حب وسلام وخير وصحة، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب علشان الفيديو يوصل لكل الناس والكل يستفيد، ومن كل قلبي باحبكم جدًا، جدًا، وميرسي جدًا على تعليقاتكم الجميلة، وباي باي.